أهلا بكم. الداخل الإسرائيلي يرفض مقترح اليائير لبيد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بشأن إدارة مصر لقطاع غزة. الراجل ده يا جماعة كان عامل مقترح وعرضه على الإدارة الأمريكية، بيقول إن مصر تدير قطاع غزة من 8 سنوات ل 15 سنة مقابل سداد ديون مصر الخارجية اللي حوالي 155 مليار دولار. هو عاوز يعمل فخ للجيش المصري، عاوز الجيش المصري يصطدم بحركة حماس، عاوز يستنزف الجيش المصري زي ما الجيش الإسرائيلي الآن بيستنزف مع حركة حماس. لكن الداخل الإسرائيلي رفض الخطة تماما، وقالوا إن الراجل ده مجنون علشان يفكر إن الجيش المصري يحكم قطاع غزة. يبقى الجيش المصري هيخش القطاع بدباباته، بصواريخه، بطياراته، بكل أسلحته، ولو دخل القطاع هيكون يعني بالقرب من عسقلان، هيوصل لعسقلان، يعني هيبقى على مسافة 60 كيلو متر فقط من تل أبيب. الجيش المصري اللي في سيناء هننقله نجيبه في عسقلان، يبقى يعني على مسافة 60 كيلو متر من تل أبيب. المقترح ده يا جماعة قالوا عليه إن هو مقترح جنوني، مقترح غبي من رئيس الوزراء الأسبق اليائير لبيد. قال لك إن مصر لو حكمت القطاع 8 سنوات هتقوي حركة حماس. حتى بيقولوا هي حركة حماس بيجي لها سلاح منين دلوقتي؟ ما هم الأنفاق عن طريق الدولة المصرية. حركة حماس ما عملتش طوفان الأقصى إلا بالتنسيق مع الدولة المصرية. مصر فرحانة ومبسوطة باستنزاف الجيش الإسرائيلي حاليا مع حركة حماس، لأن ده يعني بيضعف الجيش الإسرائيلي اللي ميت منه حتى الآن أكتر من 6000 جندي. أكتر من 6000 جندي إسرائيلي توفوا في الحرب الأخيرة في قطاع غزة. عموما الخارجية المصرية طلعت بيان امبارح رفضت فيه تماما مقترح اليائير لبيد بخصوص إدارة مصر لقطاع غزة، وقالت إن القطاع اللي بيديره أهالي القطاع والسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. أيضا شفنا صحيفة إسرائيل اليوم اللي بتقول إن الإمارات والسعودية اشترطوا نزع سلاح حركة حماس علشان يقدموا الدعم المالي لإعادة إعمار غزة. قمة الرياض يا جماعة اللي حضر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول الخليج يعني فشلت. القمة لا قيمة لها، والقادة العرب لم يتفقوا في قمة الرياض. السعودية والإمارات ترفض تقديم أي دعم مالي لإعادة إعمار غزة، وأمريكا ترفض خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الإعمار. كلنا في انتظار القمة العربية اللي هتقام في القاهرة يوم 4 مارس المقبل. هتبقى كل الدول العربية مشاركة فيها، وهنشوف يا ترى القادة العرب هيتحدوا في هذه القمة وهيدعموا القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع مرة تانية، ولا هتكون قمة يعني حضروا زي ما حضروش. عموما احنا بنتمنى التوفيق للقادة العرب، بنتمنى التوفيق للدولة الفلسطينية، وإن شاء الله منصورة يا بلادي.